ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب كما ذكرنا، فيجعل بين كل اثنين حاجز من تراب أي حائل. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، وإذا دلي للقبر فإنه يقدم الأكثر قرآنا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم من الصحابة من كان أكثر قرآنا فيقدم في القبر على غيره لشرف القرآن وفضله، فأهل القرآن مقدمون أحياء وأمواتا، فقدموا وهم أحياء لأفضل المواقف وأشرفها وهو الوقوف بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكما قدموا في الدنيا يقدمون في الآخرة، فإذا أنزلوا للقبر يقدم حفظة كتاب الله. فلو كان عندنا رجلان نسأل كم يحفظ هذا من القرآن؟ قالوا يحفظ القرآن كله، والآخر قالوا يحفظ بعض القرآن، يقول يقدم حافظ القرآن على غيره لأن هذا حقه. فكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأقرأ الأكثر قرآنا. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم بخير الجزاء وأجزله.